شفت لما تمشي في النضيف الدنيا بتحلو ازاي؟ فيرتيجو. بتدور أحداث الرواية عن شخصية أحمد كمال، مصور فوتوغرافي بسيط وبيعمل في قاعات الأفراح. حكايته بتبدأ بعد فرح طويل وكبير أهلكه شخصيا من التعب. قرر يروح لصديقه بار فيرتيجو اللي بيشتغل فيه واللي دايما بيضم صفوة الصفوة من المجتمع الراقي. الاتنين كانوا واقفين في البلكونة. صاحب أحمد استأذن إن هو يروح يشوف طلبات الزباين 5 دقايق ويرجع له تاني. ده حصل في نفس تزامن إطلاق الرصاص ما بين 2 من رجال الأعمال المشهورين ورجالتهم. البعض يصاب والآخر يموت، وكان من ضمن الناس اللي ماتت صديق أحمد. وبسبب إصابة أحد رجال الأعمال دول بيقرروا إنهم ينسحبوا بسرعة وإلا هيموتوا. كل ده عدسة كاميرا أحمد صورته بشكل غير واعي منه شخصيا وهو واقف في البلكونة ومش فاهم إيه اللي بيحصل. محدش كان واخد باله منه ولا هو كان مصدق المنظر. أحمد بيهرب وبيقرر الاختباء علشان يشوف هيعمل إيه في الكارثة اللي هو حط نفسه فيها وهو في غير وعي. وبمرور الأيام والكثير من التحقيقات من البوليس ومن رجال الأعمال الآخرين في موقعة فيرتيجو بدأت تظهر بعض العلامات عن وجود شخص في الليلة دي وتصويره للموقعة، خاصة إن عدد رجال الأعمال المهتمين بالقضية دي ما كانش بسيط. فيا ترى إيه اللي هيحصل؟ فيرتيجو أولى كتابات الكاتب أحمد مراد صدرت سنة 2008 عن دار الشروق. وأنا بشتري الرواية دي أخدت ريفيو بسيط من صاحب المكان وقال لي الرواية دي أول كتابات أحمد مراد وهي أفضل كتابة ليه. وبمروري ببعض التجارب اللي مش لطيفة الحقيقة يعني بدأت فعلا أقتنع بكلامه. بصوا، الرواية كويسة وممتعة جدا وغير سيئة على الإطلاق، وإن كان يشوبها بعض الشوائب. تقديم الشخصيات في الفصول الأولى كان جيد جدا، قدر يعرفك طبيعة الشخصيات وصفاتهم وظروفهم. والحلو في ده إن الشخصيات دي شبهنا فعلا، شباب بيحاول يجيب رزق اليوم بيومه، لا يظلم ولا يتظلم ولا يهين ولا يتهان، ولكن الظروف مش مساعدة. صراعات نفسية لشخص بيحاول يجيب حق صاحبه اللي مات قصاد عينيه وما كانش قادر يساعده. حتى الفرق الطبقي الكبير جدا ده فعلا موجود، في ناس كده، وفي فعلا رجال أعمال وأصحاب نفوذ بنفس الشكل المقزز ده. مرض الهوس المالي صعب العلاج منه. يعيب بس كل ده هو إضافة الكثير والكثير من الأسماء والشخصيات الغير مؤثرة داخل أحداث الرواية بشكل أنا مش شايف إن كان ليه أي لازمة، إلا لو الكاتب عايز يلخبطني. مش لازم تكون أحمد كمال، ومش لازم تمر باللي مر بيه، ولا بالضروري تكون حسام صاحبه، او بالضروري برضو تكون عمر صديقه التاني. مش لازم تبقى اي حد في دول ولا تعمل اي حاجة من الحاجات دي علشان يكون في حياتك شخص اسمه عم جودة، شخصية بنت لذينة. عم جودة ده بيمثل الكثير والكثير جدا من اصحاب ابوك، دايما ماسك ودنك. انا عبد الناصر كان بيغني معايا احلف بالمجد وبالمدفع. انا السادات خد رايي في عدد الطيارات في حرب الاستنزاف. ده انا ام كلثوم بجلاله قدرها كانت مدياني مقاس جزمتها. انت فاهم ايه يا عم الحاج؟ استهدى بالله. ولك ان تتخيل الباقي. وبدايه من الجزء الثاني من الروايه وبدانا نفهم حاجات كتير عن احمد شخصيا، وعن مشاكله وعن ظروفه واحواله ومشاكله مع اخته الوحيده، واقتناعها الزايد والغير واعي بأن التطرف هو قمة الإيمان، ومروره بالكثير من المواقف الصعبة في أماكن عمله اللي بيغيرها كل شوية بسبب الناس اللي بتطرده، والإهانات الكثيرة من أصحاب النفوذ العليا اللي هو مضطر إن هو يستحملها علشان أكل عيشه، وعن تعبه في البحث عن حل لمشكلته العويصة، وعن حياته العاطفية كمان. أكتر شخصية شبهنا في الرواية كلها. في نظري أسوأ فصول الرواية هو الفصول ما قبل النهاية. كان فيها بعض التقلبات الغير مفهومة والكثير من الشخصيات الغير مرغوب فيها في الأحداث إلا من رحم ربي، وكان في بعض تسرعات في الأحداث بشكل ملحوظ، وكل ده كان في سبيل إن هو يقدم لك نهاية جيدة جدا ودراما إلى حد ما يعني. ولكن انا شخصيا ما اقدرش اقول ان انا فهمت كل الالتواءات اللي الكاتب كان عايز يقولها لي، او بمعنى صح حاول ان هو يدخلها في الاحداث، ولكن عادي. اسلوب احمد مراد كان ممتع ولذيذ وقادر ان هو يدخلك جوه الاحداث بسرعه، ودي نقطة تحسب له جدا. فيرتيجو كانت رواية جيدة جدا جدا وممتعة بشكل مقبول رغم عيوبها، والحقيقة انا معرفش ترتيب الرواية دي ضمن الروايات البوليسية هيكون فين، ولكن انا ما اعتقدش ان هو هيكون في 7 سما.
وفي نفس الوقت ما اعتقدش ان هو هيكون في سابع ارض. طب سؤال بسيط كده، حد كان يعرف ان الروايه دي اتحولت لمسلسل سنه 2012 من بطوله هند صبري؟ عادي، انا كمان ما كنتش اعرف الا من قريب يعني، وانا الحقيقه ما اتفرجتش عليه يعني، ولان دي كانت اول روايه اقرر ان انا فعلا اشتريها بفلوسي واقراها لغايه ما اخلصها، خصوصا ان انا زمان كنت حاجه غريبه جدا في القرايه، فاكيد كان ليها معزه خاصه عندي بشكل او باخر، فما لقيتش انسب منها تكون هديه لصديقي مصطفى في عيد ميلاده ال16. حبيبي يا درش، اشوفكم على خير.